صباح الفل عليكم او مساء الفل على حسب وقت ما تشوفوا في الفيديو. اخباركم ايه زملكاويه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشني جدا وعشان ان انا اطلع اتكلم معاكم. وطبعا الاحداث كتيره جدا ومتلاحقه يعني، وماتشات، والواحد ما بيعلقش وكده. بس يعني انا يعني بحب ان انا اجمع كده كام حاجه واطلع اتكلم فيها، يعني ما فيش ممكن. ومش من نوع ان اي حاجه تحصل اطلع اعلق فيها. وزي ما قلت لكم يعني هي القناه دي معموله عشان لما احب اطلع اتكلم في فيديو، مش عايز انزل بوست او حاجه، او مش كل الناس هتشوف البوستات مثلا اللي انا بنزلها، فاطلع اتكلم في الفيديو عشان في كلام صعب قوي ان الواحد يكتبه يعني. فالواحد يقولوا للناس الزملكاويه المهتمه يعني انها تسمعه. طبعا يعني حصل احداث كتيره قوي من اخر مره عملت فيديو. انا اخر مره تقريبا لما عملت كان لسه عندنا جوميز، وكنا يعني مفيش اي نوع من انواع الغدر يعني. ان عندنا هنبقى محتاجين مدير فني. عامه جوميز مشي، وايا كانت الاسباب، تقصير من الاداره، رغبه فيه انه يمشي. بس عايزين ملخص يعني، نتفق ان الاداره عليها جزء من الاخطاء. الاداره عليها اخطاء كتير، وانا شايف من الحاجات اللي بتتحكي دي ان هي اخطاء مدير كوره اكتر ما هي اخطاء، يعني اخطاء اداريه في الفريق، فهي بتبقى من مدير الكوره نفسه يعني. قله خبره، ايا كان يعني، سموها زي ما تسموها. وزائد طبعا ان هو راجل مش امين، انه عارف انه ماشي، واختار توقيت صعب جدا انه ماشي مع ده. حاجه غريبه يعني ان هو الدوري طبعا عارفين ان هو تقريبا متوقف في السعوديه عشان خليجي اللي هيتلعب. فان هو يختار التوقيت ده من غير ما يدينا فتره ان هو مثلا هيلعب معانا ماتشين، وبعد كده من اول السنه مش معانا مثلا. يعني قدامكم 20 يوم وتشوفوا مدرب، قدامكم 10 ايام وتشوفوا مدرب. فطبعا ده يعني كانه هرب بالظبط. يعني هو كانه صحينا من الصبح ما لقيناش عندنا مدرب، واللي حصل حصل يعني. طبعا الاداره اتصرفت صح جدا، صح جدا في انها جريت وتعاقدت مع اكتر مدرب يصلح، لانه عنده فكره عن الفريق، ودرب قبل كده في مصر، ولعب كونفدراليه وبالفعل حصل عليها. كانت اول بطوله تدخل الزمالك بعد 19 سنه، بطوله قاريه يعني. فاختيار سليم 100%. غير ان الواحد كان بيحب الفتره بتاعت جروس، ولولا أو في وسط الحرب اللي كان بيتحاربها دي كان راجل بيقدم اداء ثابت، وطلع نسخ من يعني من لعيبه احسن نسخ برايم بتاعهم زي ما بيقولوا يعني. كانت على ايده عبد الله جمعه، اكتشف له المكان وكمان خلاه سوبر باك شمال. والناس كانت بتتخانق، واهلاويه وزملكاويه، ازاي ده ما يروحش المنتخب في فتره اجيري. نسخه هايله من كهربا، افضل نسخ كهربا بعد مع نسخه اتحاد جده الكهربا الفتره بتاعت جروس. اوباما عاش حياته في الزمالك على الموسم اللي لعبه مع جروس. فرجاني ساسي لعيب كبير، بس برضه مع جروس كان مختلف تماما. ابراهيم حسن ده اهم حاجه، كان اساسي على زيزو، وكان لعيب مفيد، وتقريبا كان هداف الزمالك في الكونفدراليه. ان احنا كنا بنلعب باك شمال ببهاء قبل عبد الله جمعه ما نكتشف مكانه. مش فاكر اسمه بهاء ايه. اللهم صل على النبي. مش فاكر يعني، بس هو كان في الاسماعيلي واحنا خدناه. لعيب كويس محترم يعني. المهم، طبعا مدرب الحراس اللي هو جاي في اول يناير اللي هو معانا كان عامل برضو احلى نسخه لجنش في مسيرته يعني. عامه انا شايف ان هو اختيار كويس. الفريق اللي معانا، في ناس انا شفت تعليقات كده، كومنتات عند ناس وناس بتتكلم ان الفريق اللي معاه، وشفت ناس في التلفزيون للاسف، ان الفريق اللي في 2019 اقل من الفريق اللي مع جروس حاليا. طبعا هم دول بيقولوا الكلام ده لغرض ما، ان جروس لما يقع ماتش ولا اتنين يقعدوا يقولوا شوفوا احنا قلنا ما ينفعش وبتاع. لكن هو مقارنه ظالمه تماما. يعني الجيل حاليا اللي موجود في الزمالك ده، نعد مع بعض. شوفوا هنعد مع بعض اللعيبه اللي تصلح انها تكمل في الفريق. طبعا هستثني شيكابالا وعبد الشافي
ان هم ما بيلعبوش اساسي وسنهم ما بيسمحش، عبد الشافي وأول شيكابالا ان هم يكملوا 90 دقيقه او مش محطوطين من الاختيارات الاساسيه، ممكن نبقى احتياطي. بس يعني هنستثنيهم من الاسماء اللي احنا هنقولها اللي هي تصلح انها تكمل في الفريق. تكمل. وانا كمان يعني هقول الكلام ده بناء على اللعيب اللي بيقدم مستوى ثابت. انا مش لعيب هيلعب لي ماتشين في السيزون هقول ده يصلح للزمالك، يعني مع احترامي. انا عواد اديته حقه كتير جدا بعد ماتشات السوبر، وقلت ان هو مركز وحاجه كويسه، ما شاء الله رجع يقدم نفس المستوى تاني اللي هو كان بيقدمه ساعه قبل ما يجدد. فعامه هستثنى برضو الحراس المرمى، احنا ما عندناش حراس مرمى ده مبدئيا. اللعيبه بقى اللي تصلح للعب في الفريق: المسلوسي، الونش، حسام عبد المجيد. بعد التطور اللي حصل له والواحد بيبقى مرعوب ان هو في اي وقت تلاقيه رجع للنسخه القديمه بتاعته، بس هنقوله. فتوح طبعا، زيزو، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي. تمام. احمد حمدي وناصر ماهر مصابين، ونش لسه راجع من اصابه، دول اللي ينفعوا يلعبوا في الزمالك. محمد شحاته برضو تقييدا لان هو عنده كوره بس هو مستوى نازل الفتره دي برضو عشان نبقى متفقين. محمد شحاته ممكن يدخل معاهم. محمد حمدي، شوف انا كريم يعني، محمد حمدي اللي احنا واخدينه اعاره من انبي برضو انا متوسم فيه خير لانه لعيب كويس. مين تاني يا ربي؟ مسلوسي، حسام، فتوح، عمر. ممكن عمر طبعا، عبد الله ده اساسي اكيد قلته يعني. ممكن عمر جابر يمشي يعني ان هو ممكن يبقى فريق كويس. 2019 بقى انت كان عندك مين؟ جنش، ونش، علاء في عزه، عبد الغني في احلى موسم ليه، صحيح طلع جروس برضو عمل من عبد الغني نسخه رهيبه. النجاز، احتياطي حازم امام، عبد الله جمعه، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود كهربا، محمد ابراهيم، يوسف اوباما، ابراهيم حسن، زيزو، عمر السعيد ما كانش وحش، لعب كويس، كاسونجو. مين تاني؟ احداد. وجبنا تقريبا خالد بوطيب، ما يعتبرش يعني، كان مش احسن حاجه طبعا. فرقه 11 لعيب فرقه، في بره احتياطي بقى كان ايمن حفني والناس ما كانش ينفع يلعبوا، وكان الناس مرتضى طبعا فاكرين خناقاتنا عشان جروس ما كانش بيلعب مدبولي وعنتر والكلام الفاكس ده. واحتياطي محمود عبد العزيز ما كانش سيء يعني، على فكره محمود عبد العزيز في خط النص لعيب مش يعني مش هيبقى اسوأ من دونجا الصراحه. تمام. نرجع يعني فعامة ده المقارنة. فبصراحة الفريق اللي مع جروس دلوقتي محتاج شغل كبير جدا من جروس، ويا ريت الشغل ما يطولش، ويا ريت يبقى في يناير تدعيمات عشان الراجل يقدر يطلع حاجة من الفريق ده. نحمد ربنا ان احنا لسه بنلعب في الدوري والاهلي لسه ما فاقش ولسه ما رجعش. فرق مهما كان نقطة دلوقتي، لو الاهلي كسب الماتش هيبقى فرق نقطة، المصري كده كده كلها قريبة. فما نحاولش ان احنا نبعد الموسم بايدينا، فنعدي لغايه شهر يعني ونبقى عارفين ان احنا في شهر يناير عندنا 4 ماتشات ولا 7 ماتشات، اسف. تمام. منهم 4 في الدوري يعني، فاللي هو ما ناخرش يعني، يعني انت لازم يوم 1 يناير تكون معلن الصفقات اللي انت عملتها. زيزو لازم تكون مجدد له خلاص، موضوع مش يعني عشان التشتيت اللي هو فيه ده لازم يتم تجديد ليه في اسرع وقت. يعني يا ريت بجد والله احنا صبرنا عليكم عشان خاطر الغرامات والارض البور اللبانه اللي انتوا ماسكينها لنا، فابوس ايديكم. يعني انا الواحد بيتكلم بادب، الواحد بيسمع فيديوهات ليكم ناس بتتكلم بشتيمه وبقله ادب وبزعيق، الواحد بيتكلم بادب بس اللي جواه مش كده خالص، بس عشان خاطر احنا مقدرين اللي انتوا عملتوه، بس الزمالك اهم من اي حاجه. واحنا مش عايزين يعني نخش في دوامه ملهاش لازمه. مش هنفضل طول عمرنا في الكونفدراليه، مش هنفضل طول عمرنا ما ناخدش دوري غير كل 7 سنين و8 سنين. انتوا الامل ان الحاجات دي كلها تتغير، انتوا الامل ان الموضوع
الزمالك يرجع تاني على الساحات الافريقيه من خلال بطوله، اكبر بطوله في القاره، اللي هي كان هو متسيد عليها لغايه 2005. ما توصلوش يعني الواحد ان هو يفقد الامل فيكم خالص. في حاجات بتحصل في النادي عك وبرود منكم وعدم اهتمام على التحكيم. وانا ما اعرفش، هو انتوا عندكم تعليمات انكم ما تتكلموش مثلا؟ ما فيش اي تعليم منكم عن التحكيم، ما فيش اي حاجه حتى يعني الناس ما بتلعبش وبيطلعوا بيانات. يعني الاهلي قبل ما يبتدي الدوري اصلا نزل بيان عشان انت تحسب لك ضربه جزاء صحيحه على فكره، بس هي الثلاث نقط من فريق هو دايما ما بيعرفش ياخد منه غير نقطه، وكان اخر مره مديله 4. فازاي؟ فكان عشان النقطه تطير منك او النقطتين يطيروا منك. ضربه جزاء صحيحه نزل فيها بيان. انت بتتظلم في كل ماتش، كسبته خسرته، كسبته خسرته تعادلته، ليك حاجه المفروض ليك. وبيعكسوها، يطلع يقول لك ده احتواك. يعني امين عمر ده من ساعه لما فرجاني ساسي شد له السماعه وهو مشخصنها مع الزمالك. امين عمر ده، هو كان في واحد برضه اسمه فهيم عمر زمان، كان مشخصنها جدا، كأن الموضوع خلاص طار. امبارح اخر دقيقه دي فيها كميه عند وغل منه مش طبيعيين. 3 فاولات منهم واحده لو ممكن نراجع الفار نشوفها ممكن تبقى على خط ال 18. 3 فاولات رسمي. مش هنتكلم في ضربه الجزاء، رغم ان انا وجهه نظري ضربه الجزاء انا شايف ان رجب نبيل باصص على الكوره قبل ما يقع وسند ايده وراح عليها. يعني هو وقع عليها، وقع متارجت ان هو يقع، ايده تيجي في الحته دي. يعني لو الكوره اتعادت بسلو موشن بالتصوير البطيء هتيجي اللقطه ان هو متعمد مش بيسند ايده والكوره جت فيها. عشان بس يعني دي وجهة نظري، يعني نتفق او نختلف بس عادي. انا بتكلم بس على ال3 فاولات اللي في اخر الماتش، فضيحه. غير ان الشوط الثاني كله اي فاول، فاولات كتيره في نص ملعب سيراميكا ما بتتحسبش. التحام فضيحه من حسين السيد مع زيزو، فضيحه. اختها عمر جابر او اضعف منها عمر جابر خد فيها انذار مع موكا ده ولا مش فاكر مين. بتاع زيزو دي حسين السيد ما خدش فيها اي حاجه. واحنا ما بنتكلمش، ما فيش اي حاجه. فيا ريت الاداره تصحى معانا وتشوف بقى. يعني هو ما يعني هيبتدوا يتكلموا امتى ويتحركوا امتى في نقطه التحكيم دي، عشان الموضوع زاد قوي عن حد. اهم من موضوع التحكيم نقطه الصفقات. في اسرع وقت نكون مجهزين صفقاتنا، وشوف ايه اللي هيتم. تعملوا اي حاجه بقى، انا عارفين مفيش فلوس، تتشقلبوا، تعملوا كارد، تعملوا اي حاجه. المهم ان انتوا تجيبوا صفقات ليها لازمه، مش شغل المصلحه والسبوبه. واللعيبه الكسر اللي انتوا جبتوها دول تشوفوا هتغوروها ازاي، عشان نقدر يعني الواحد قرف. انتوا خساره فيكم الجمهور اللي بيروح، خساره فيكم اكتر ناس. يعني اكتر نادي بيطرح له جمهور. الاهلي بيبقى واخد كل حاجه، ما بيطرحش ربع، ما بيطرحش قد ما احنا بنروح. فما توصلوش الواحد يعني ان هو بقى بجد يكره عيشته ويكره الكوره بسببكم. يعني انتوا جيتوا وعارفين جايين على ايه، عشان بس نبقى بقى على نور. انتوا جايين وعارفين على ايه. انتوا مش قدها ما كنتوش جيتوا. انت دلوقتي جاي وشايف الليله جو بقى ان احنا نكسب ماتشين فنقول خلاص الفرقه كويسه، جو ان واحد يلعب ماتش يقول خلاص مش هجيب مكانه جناح. واحد زي مصطفى شلبي ده من في عز تألقه من اول الموسم قلت والله ما ينفع، والله ما ينفع. عواد نفس الكلام، مهما كان متألق مش الحارس الاساسي لنادي الزمالك. شلبي مش الجناح الاساسي لاي حد من الاربعه اللي فوق، ودونجا مش الديفندر الاساسي لنادي الزمالك. دي كارثه. ده لعيب جبان، دونجا ده لعيب جبان بيخاف من الكوره ورجليه بترعش وهو بيلاعب سيراميكا. امبارح من عند ربنا الكره سطرت ان الحكم ما اتحسبتش بيلين، وزلاكا ضيعها. الكره اتقطعت منه في خط النص، وكانت هجمه لينا. يعني انت بجد مس باص مش بطريقه مرعبه، مؤذي للعين ومؤذي للنفسيه وحاجه تكره الواحد في المركز. لعيب يعني انا بحسه بيلعب حافي، مش فاهمه والله بجد مش فاهمه. شاط شوطه جت جون، راح تاني يوم ضفر شعره وعامل فيها فرجاني ساسي.
انتوا بجد والله هي اللعيبه دي مصدقه نفسها عشان خدت سوبر وكونفدراليه، هم جايين من انديه ما خدوش فيها حاجه قبل كده. بس احنا برضو يا جدعان الجمهور لازم يفوق يا جدعان، بطلوا تطبيل ونفخ في اللعيبه. الفريق ده كله تما مفيش حد فيه يستاهل انك تنفخ فيه غير عبد الله السعيد وزيزو بس. بس عملوا يعني عبد الله سعيد، يعني عبد الله سعيد ما عملش حاجه معاك، بس هو عايز يعمل، مموت نفسه معاك، غير ان تاريخه يعني كبير، والواد بروفيشنال محترف، بس بيموت نفسه في الملعب وبأي مكان بيأدي فيه وبيعمل اللي عليه. مع تقدم السن مع اي حاجه، لعيبه اصغر منه ب 15 و10 سنين ما بيجروش الربع اللي هو بيجريه. وزيزو طبعا 5 سنين هو اللي شايل الزمالك على كتافه، وان شاء الله ال5 دول يبقوا لغايه ما يعتزل ويستلم الرايه من شيكابالا، لان هو الولد يستحق، وهو يستحق، وهيبقى الهداف التاريخي لنادي الزمالك ان شاء الله لو جدد. لكن غير كده الفريق كله اقسم بالله ما ينفعش ان احنا نطبل لحد. انا بشوف يا جدعان كلام على الفيسبوك ولا فيديوهات في شكر في لعيبه، لو في ده يا جدعان ناقص ان انتوا لعيب يلعب اوت تقولوا اللعيب بيلعب اوت حلو قوي ما شاء الله. ده مش لكن النهارده حلو قوي، ده جه منه عشان رفع كرة خبطت في المدافع دخلت جون، يا نهار ازرق. طب هو عمل ايه طول الماتش؟ ما ازاي اصلا ازاي اصلا بتشكر فيه ده احنا ازاي اصلا نبقى خارجين من الماتش متعادلين ونطلع نتكلم على يعني لعيب كمان عامل، يعني مثلا في ساعات بنبقى عاملين ماتش حلو والباد لك هو خرجنا متعادلين او خسرانين بس مضيعين بقى، زي ماتشات افريقيا كده مثلا اللي كانت بتحصل، مضيعين 15 فرصه، 3 كور في العارضه. احنا معمول علينا حفله، اللعيبه كانت بتروح. مصطفى بيه شلبي ولا بيدافع ولا بيهاجم، مش لاك نفس الكلام. ممكن عمل يعني عشان وراه زيزو فطلعه كويس وعمر، لكن شلبي كان واحد بيقتل فتوح طول الماتش، قتله، ولا عارف تستفيد من فتوح ولا عارف وكأن ما عندكش جناح. واي كره بتروح عليك بتتقطع، يعني 3 4 كور اتقطعت من شلبي ومن دونجا راحت علينا انفرادات انفرادات. لولا ان زلاكا ده واخد ستايل كهربا، فهو لعيب جامد واللي عامل زي كهربا كده في 2015، ومؤمن زكريا ربنا يشفيه، بيتحرك في كل حته وسريع وبتاع، بس قدام الجون الفينش في الزلاكه فعلا، في الزلافه. لولا ان هو راجل طيب في الفينش بتاعه كان بلعنا امبارح كان طلع بهاتريك تاني غير الهاتريك اللي جايبه الماتش اللي فات. طالع انت بقى لا ناس طالعه بتقول لك والله ده اسمه ايه ده مش لك، كان عامل ايه حلو، عامل مثلا 3 فرص محققين وما جوش. ده هو اوفر وتنيل كذا كرة يستلمها يرجع لورا، نفس القصه التاني. الكرة الوحيده اللي عدها لعبها بيم بس كده في ايد بسام، ولا شوطه، كرة جايه له بوشه بيلعب بكعبه وبيرجع لورا للعيب. لا لا لا، في فيديو كده مختصر لحد منزله له، مصوره من الاستاد ومقطع بقى اللقطات بتاعت شلبي. عفوا. اقسم بالله مسخره، مسخره، ده ما يلعبش في اي نادي في الدوري الممتاز. الناس بقى بعد ماتش المصري تشوف بقى كميه البوستات، لو انا يعني الواحد لو بياخد سكرين شوت ودماغه فاضيه ضحك. وفي ناس بقى محللين كبار بيطلعوا في التلفزيون يطلعوا بقى يروحوا راميين كلمه، يقول لك على فكره شلبي النهارده كان حلو بس ما حدش هيتكلم طبعا عشان الناس، يعني احنا بيننا وبينه طار يا عم. يعني ايه ما حدش هيتكلم؟ يعني ايه بقى نتكلم؟ يعني لو هو حلو مش يعني لو واحد لعب لي نص ساعه حلو اطلع اقول النهارده دي ما استغفر الله العظيم يا رب، اطلع اقول النهارده كان حلو؟ ما يتنيل، ما هو طبيعي لازم يبقى حلو. وقافل لي التعليقات، طب انا يعني ما الواحد يعني هيجي له شلل، ورغم حد بحترمه جدا والله وبيكتب واراءه حلوه جدا في الزمالك، لكن ما ينفعش، ده مش كلمه يعني ده مش ده طموحنا ان واحد يلعب لنا نص ساعه حلو فنطلع نقول نكتب عليه ان هو على فكره النهارده شلبي كان حلو بس ما حدش هيتكلم. في ماتش مش فاكر ماتش افريقيا اللي نزل فيه كان احتياطي ونزل، يعني كان حلو، عمل ايه؟ ده احنا تعادلنا 2-2، يعني ما عملش اضافه، يعني ضيع اجوان، يعني ما جابلناش مثلا جونين ولا حاجه عشان اكتب اقول عليه كان حلو. طب هو شلبي فين من اول الموسم يا نجم؟ اي حد بقى بيدافع عن شلبي، شلبي فين من اول الموسم؟ امم جون سموحه اللي جابه وهو كان عايز يبقى اوفسايد، الجون اللي شاله من قدام
اللي اتحسبت اوفسايد من الونش، راح الكره في الجون في جاد، وجاد على الله ان شاء الله، الكره داخله جون رسمي، خبطت فيه وهو واقف تسلل، نفس الحركه بتاعت جون سموحه. السوبر فين؟ حضر السوبر هو اصلا، السوبر التاني كان محبوس. عمل ايه من اول الموسم؟ يعني انا مش فاكر له حاجه، ومش هتفتكر له. انا ارقامه كارثه، انا مش يعني ارقامه كارثه. ما ينفعش باي حال من الاحوال ابتدي اتكلم عليه واشكر فيه غير بعد على الاقل، يعني يا عم مش هقول لك مش عارف والله، المفروض 5 6 ماتشات يا عم، يلعب لي 3 ماتشات ورا بعض كويسين عشان ابتدي اطمن ان انا عندي جناح. ده انا كل يعني هو انا بقى هفضل تحت رحمه الاشكال دي؟ يا ترى الماتش اللي جاي ده هينزل مزاجه رايق بقى ومحدش مضايقه وشايل شعره النهارده بالليزر ولا مش شايله، عشان اعرف اذا كان هيلعب حلو ولا لا. يا جدعان قالوا الكلمه ارحمونا، ما تبقوش غلابه كده، ما تبقوش جمهور يعني راضي بالهم قوي كده، مش للدرجه دي، مش لدرجه شلبي ودونجا. ده دونجا يا جدعان الناس بتتكلم عليه ان هو، انا كتبت ان مصيبه ان ده محسوب علينا ان هو لعيب اساسي من الاساسيين اللي عندنا. يعني انت العمود بتاعك اللي في النص، عمود الخط اللي انت باني على عمود فقر الفريق، يعني لو هنقول حسام عبد المجيد دونجا انت اختار بقى الجزيري ولا ناصر منسي، انت براحتك. تخيل، يعني شايف ضعف السكواد، فتخيل لما دونجا الاساسي بالاحتياطي بتاعه واحد زي زياد كمال مثلا. طبعا شحاته في وسط ده كله بقى بيقدم ضحك، بينزل يقدم ضحك، يلعب في مركزه بيقدم ضحك، يلعب باك يمين بيقدم ضحك يلعب 10 بيقدم ضحك. ما تفهمش هو انا نسيت مركزه ايه، ونسيت هو الناس كانت بتشكر فيه ليه. ما تفهمش، لعيب واعد وما اعرفش ايه وبتاع. واوعى بقى، ده في ناس قالت لك اوعى عشان الواد ده هيروح للاهلي زي كهربا زي امام عاشور خلي بالك ما يجيلوش عقد احتراف. وقال لك ده الفتح كان عايزه ب 2 مليون دولار يا عم كنت بيعه، وحسين لبيب ما وافقش. ما تبيعه يا عم، بيعه وهات بيه لعيب تاني. ايه ما تبيع يا عم. اي لعيب في الفرقه دي عادي ممكن يتباع الا زيزو وعبد الله السعيد يا عم تاني. شوف، اي لعيب بقى، اي لعيب بيتم الاستغناء عنه عادي. لغايه دلوقتي ما شفناش منهم حاجه، عشان بس نبقى على الابيض يعني. من الصفقات يعني، من الصفقات اللي جت هم كام صفقه وخلاص. لو على ناصر واحمد حمدي لعيبه كويسه وكل حاجه، بس لسه عندهم احسن. احمد حمدي ربنا يشفيه طبعا ويرجع من الاصابه. وبنتايج طبعا لعيب كويس، بس برضو يعني لو انا بتكلم بمقياس معين يعني لسه ما اثبتوش الكلام ده. فهنتكلم نقول زيزو وعبد الله دول اللي معاه، لكن اي حد تاني جات لك فيه فلوس اكتر من اللي انت شاريه بيها اجري وبيعه لو هتفيد النادي بفلوس. استغفر الله العظيم يا رب. فطبعا جروس قدامه شغل كبير جدا. يعني احنا شفنا الماتش مفيش حاجه هو طبعا الراجل قايل انا ما قدمتش حاجه تكتيكيه وما غيرش في اي حاجه، لعب بنفس التشكيل تقريبا. برضو واضح قوي ان التغييرات اقترحت عليه من المصريين، اللي هم شافوا ان شلبي عشان مصري يقعد ومشلاك هو اللي يطلع، رغم ان مشلاك برضو ما قدمش المستوى الواو يعني، بس التغيير طبيعي. وشلبي واخد انذار وبيقدم مستوى زفت الزفت، ان شلبي يكون اول تغيير يعني مش مشلاك. وانت اخترت انك تخرج مشلاك وتنزل شحاته عشان تمسك نص الملعب، تغيير صح مفيش مشكله. قصه الموضوع طبعا مختلف تماما عن جروس، ان فتوح يدخل في وسط الملعب. طبعا مع وجود واحد زي شلبي، فقصه اصلا ان فتوح يضم في وسط الملعب وان يبقى فيه عبد الله كان بيحاول يعملها معاه كتير، بس واضح ان دي مش استراتيجيه جروس يعني، وهو ما كانش بيلعب عليها. غير ان احنا عايزين يعني هتبقى اجمد ومفيده لما في وجود لعيب زي بنتايج بيعرف يفتح، هيستلم، انت مش هتكون قلقان ان هو لما يستلم مش هتتقطع منه، فلازم فتوح يكون مرادد وراه. ففرقت كتير قوي ان فتوح ما كانش بيضم كتير في النص، ولما كان بيضم كانوا بيقفل له زوايا التمرير. كان ايمن الرمادي بصراحه كان عامل ماتش غير ماتشات سيراميكا كلها ماتش دفاعي، لان هو فعلا كان تقريبا لو خسر الماتش ده كان الناس هتبتدي
يتكلموا ان هو يمشي، لان ده تقريبا ما كسبش اول ماتش تقريبا، والله اعلم يعني على ما اتذكر، غير ماتش ما كسبش تقريبا، ما كسبش ولا ماتش من اول الدوري، ولسه شايل 5 في ماتش الرابطه. فكان خايف جدا، وغير كده هو دفعهم شوربه يعني. احنا لو كنا يعني لعبنا عرضيات لما نزل محمد حمدي، لو كان محمد حمدي موجود من بدري بعرضياته دي، ان هم ما كانوش عارفين يقفلوا عليه طبعا. لان يعني الله يسامحه شلبي ضيع لنا 60 دقيقة او وقت لغاية لما هو خرج، مش عارف هو خرج في الدقيقة كام مش فاكر، في اللا شيء. لكن لما محمد حمدي بس لعب عرضيات في المنطقة ومكان، كان حصل قلق يعني، وفاولات كانت بتعمل لهم دربكة، دفاعهم مش احسن حاجة. بس تكتيكيا كان رمادي موقفهم صح وقافل علينا صح ومخانق الجيم كويس، وبيلعب على التحولات بشكل رهيب، واحنا ساعدناه في كده بخطة مسدد التسلل اللي احنا قررنا نلعب عليها، جروس قرر يلعب عليها. وبرضه يعني يا ريت بس يعني يفتكر والناس تفتكر ان هو لما عملها في جورماه هي احنا شلنا 4، فيا ريت ما تكونش دي ناوي يعملها، تكون بس عشان لسه ما حفظش اللعيبه ازاي هتقف وازاي هتعمل. انا عذره جدا، والمفروض المدرب يتقيم بعد 5 6 ماتشات مثلا، انا وجهة نظري يعني. في مش هبقى ما اعرفش انا، المحنكين يقول لك لا من اول ماتش بيبان، والكلام ده الكلام ده من اول ماتش بيبان لما بيكون حاضر فترة اعداد. هو لغاية دلوقتي هيلعب يعني 3 عندنا ماتش، فهو ما اعرفش بقى هيلحق يعني انا شايف ان هو المفروض يبقى في فترة توقف، من بعديها نقدر نحكم على اسلوب المدرب ده. طبعا برضه ما نحكمش بشكل كامل لان اللعيبه الدوليين مش هيكونوا معاه. فالموضوع صعب مع جروس جدا، ويا ريت يقدر يسيب بصمه في اسرع وقت، لانها هزه فنيه متوقعه وحصلت، والحمد لله انها جت بتعادل، لكن مش هينفع النقط تسرسب كده، فلازم وقفه في اقرب وقت. واللعيبه كمان تفوق شويه، لان محتاجين اللعيبه تجيب يعني فوق 100% والله، لان ده وقتهم. المدرب لسه مش حافظ اللعيبه ومش وشغله ما قدرش يبان، فده دورك بقى ان انت تثبت شخصيتك في الملعب وشخصيه الفرقه هنا تبان، مش العكعكه اللي احنا شفناها دي. والصفقات تاني وتالت ورابع، انا مش قادر استحمل وجود دونجا وشلبي في التشكيل الاساسي لنادي الزمالك ولا على الدكه. ابوس ايديكم دي يعني رجاء اخير، ما عنديش حاجه تانية والله هتكلم فيها غير النقطه دي، والصفقات والتجديد لزيزو يا ريت في اسرع وقت، عشان بعد كده الواحد مش عارف هيطلع يقول ايه يعني، عشان الواحد قرف وزهق. وجود شلبي بجد لما بشوف اسمه في السكواد بطني بتقلب. ليلتكم جميله وصباحكم جميل، و ربنا كده يا رب يكرمنا وان شاء الله نعدي الفتره دي، وباذن الله نجيب صفقات كويسه، ولعله خير باذن الله. ليلتكم جميله.